رفض المنتجات كلها فيما عدا 3 منتجات فضل متمسك بيهم إن هم دول اللي هيركز فيه. فبقى عندنا الآيفون والآيباد والآيبود، ورفض أفكار كتير عشان يطلع بالمنتج ده للصورة اللي احنا بنحبها دلوقتي. كان شايف إن التركيز الحقيقي مش إن أنت تعمل كل الأفكار اللي بتيجي في دماغك، بل على العكس، هو إن أنت ترفضها وتركز على حاجة واحدة تمشي عليها. وسط ما كان فريق العمل بتاع ستيف جوبز كان شغال على حوالي 100 منتج عايزين يقدموهم، هو رفض 98% من قائمة المنتجات دي، وبقى عندنا الآيفون والآيباد والآيبود. ستيف جوبز قدر يحقق المعادلة بتاعة إنه فن الرفض الحقيقي ممكن يوصلك إن أنت استثماراتك في شركة زي أبل دلوقتي تتخطى 3 تريليون دولار، وده كله كان وراه فن الرفض، وإن هو إزاي قدر يحافظ على تركيزه، حب إن هو يركز على حاجة واحدة ينجح فيها ويتميز فيها. إحنا بنحتاج نرفض عشان ما نشتتش نفسنا، لكن أوقات الرفض بيكون علشان خاطر إن أنت تحافظ على شخصيتك وعلى إبداعك. أهم حاجة إن أنت تتعلم تقول لأ وقت ما تكون فعلا بينك وبين نفسك حاسس إن أنت عايز تقولها، وما تتكسفش من حد، لأن وقتك غالي ولازم تحافظ على جهدك وتركيزك، لأن دول هم ثروتك الحقيقية.